هنتكلم على حاجة مهمة جدا. هي بسيطة لكن كلنا بنتعرض لها. لما بيبقى حوض المطبخ بتاعنا او الباسكت بتاعنا في ريحة كريهة. تعالوا نشوف هنستخدم ايه عشان نخلي ريحة باسكت بتاعنا على طول ملوش اي روائح كريهة. وكمان لو حوض مطبخنا بدأ المية تتجمع فيه هنعمل ايه او بيطلع روائح كريهة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة للحوض، شايفين الملح الخشن قوي ده، بنجيبه وبنحطه في الحوض وبنغلي لتر مية سخنة وبنحطه في الحوض بعد الملح. يعني بندلق الملح ده في الحوض الاول وبعد كده بنسخن لتر ميه سخنه جدا بتغلي ونصبه في الحوض، وبكده الحوض اي شوائب او اي روائح كريهه بتنزل. ودي حاجه بتساعدنا ان نخلي الحوض بتاعنا نظيف دايما وريحته نظيفه باستمرار. حاجة بسيطة لكن مهمة جدا جدا في مطبخنا، وانا بصراحة بهتم بحاجات او بتفاصيل صغيرة في مطبخنا بحب اقولها لكل المامز. وكمان الحاجات دي مهمة لكل العرايس الجديدة اللي بتبتدي حياتها الجديدة في المطبخ، تاخد الملاحظات المهمة دي وتعملها وهتفرق جامد جدا في ريحة مطبخها وجماله ونظافته. الحاجة التانية، ازاي نخلي ريحة الباسكت نظيف دايما وبدون اي روائح كريهة مهما تجمع فيه الحاجات اللي بنحطها في الباسكت لمدة يوم. الكلام ده ما بيخليش، او الحاجه اللي انا هقول لكم عليها دي بتخلي ريحه الباسكت دايما ملوش اي ريحه. وبالذات كمان لما بنيجي نشيل الكيس بتاعها وبنرميه، طبعا الكلام ده بيحصل يوميا، بنلاقي ان مفيش اي روائح ولا ريحه قلبت ريحه المطبخ ولا الكلام ده خالص خالص، وبطريقه بسيطه وسهله جدا، وهي بالنفتالين. النفتالين من الحاجات المهمة جدا وبنستخدمها في المطبخ في حاجتين اتنين انا عاوزة اقولهم. اول حاجة بنحطهم في الباسكت من تحت وهنشوف ازاي دلوقتي، وكمان بنحطهم في البلوعات بتاعتنا، سواء البلوعة اللي موجودة في المطبخ او في التويلت. بنحطهم، بنشيل غطا البلوعة ونحطهم ونقفل الغطا. ريحة طبعا مفيش اي روائح كريهة بنشمها من البلوعة بتاعتنا سواء كانت في المطبخ او في الحمام. وكمان ما بتخليش اي انسكتس او حشرات تطلع من البلوعة بتاعتنا. تعالوا نشوف هنحط النفتالين ازاي في الباسكت. تعالوا نشوف. ده الباسكت بتاعنا، طبعا كلنا في مطابخنا بنستخدم الباسكت بتاعنا سواء تحت الحوض او في اي مكان في الحوض بنستخدم الباسكت ده باي حجم. احنا هنيجي دلوقتي نشوف هنحط النفتالين فين عشان نخلي ريحة الباسكت بتاعنا دايما من غير اي روائح كريهة لحد ما نشيل الكيس بتاعنا ونرميه في الباسكت الكبير. هنفتح الغطاء اهو، الكيس بتاعنا محطوط. هنعمل ايه؟ هنجيب النفتالين بتاعنا اهو، هناخد 2 فقط، حبتين نفتالين فقط. هنشيل كيس الباسكت كده، طبعا قبل ما نركبه عشان انا كنت مركباه اوريه لكم. قبل ما نركبه هنحط حبتين النفتالين تحت الكيس بتاع الباسكت ونبتدي نستخدمه ونحط فيه الباسكت، وبعد كده لما يتملي نشيله وبتبقى ريحة الباسكت نظيفة وبدون اي روائح كريهة. دي كانت حلقتنا النهاردة عن سر من اسرار نظافة المطبخ. استخدمنا الملح الخشن لنظافة والريحة الحلوة للحوض، وكمان بيمنع تجمع المياه في الحوض. بنستخدم الملح مع الماء المغلي، وكمان استخدمنا النفتالين في بنحطه في الباسكت من تحت قبل ما نحط كيس الباسكت، وبتبقى الباسكت بتاعتنا ريحتها جميلة وبدون اي روائح كريهة. كانت دي حلقتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في حلقات جديدة ونصايح مفيدة لنظافة مطبخنا. كان معاكم غادة محمد من مطبخ طباخة هانم. اشوفكم على خير. باي باي.